طبعا انت شفت الواد ده اليومين اللي فاتوا، لكن لو شفته في الحقيقة هتعمل فيه ايه؟ هيكل علي من تونس، فنان استعراضي وبيعمل في مجال الرقص، دايما بينشر كل صوره وبيتشبه بالنساء بيها، لا تعرفه هو ولد ولا بنت، لدرجة انه نزل صورة لنفسه وقال انه حامل بدون زواج وقطع الحاجة اللي بتثبت انه راجل. الواد ده بيحب يطلع اشاعات على نفسه لانه شايف انه بكده هيتشهر اكتر، وبيقولوا انه حصل على لقب اجمل رجل في 2022، وبيطلب من مصر ان تعمل له تمثال جنب ابو الهول. انا عن نفسي لو شفته. بيحكي الفنان فريد الأطرش عن أغرب رسالة جات له فيها عرض زواج، وبيقول إن كان متعود يجيله رسائل من المعجبات، وأحيانا بيكون فيها عروض كتير للزواج، لكن كل يوم كانت في واحدة بتبعت له رسالة ومصممة إنها تتجوزه، لحد ما في يوم وصلت لرقم تليفونه وكلمته، واتفاجئ فريد الأطرش إن البنت اللي كانت بتبعت له الرسائل عمرها ما يعديش ال10 سنين. تعال أما أعرفك على امتيازات استثنائية كانت بتملكها الملكة إليزابيث. كلنا عارفين إن الملكة إليزابيث ماتت أمس الموافق سبتمبر سنة 2022، وده بعد عمر 96 سنة. واستلمت الحكم كملكة بريطانيا يوم 6 فبراير سنة 1952. كانت بتملك امتيازات لا يملكها أي شخص تاني في بريطانيا، الوحيدة اللي كانت تقدر تسافر أي مكان في العالم بدون جواز سفر، وكانت بتحتفل بعيد ميلادها مرتين في السنة، مرة يوم 21 إبريل مع العائلة، ومرة تانية بيكون احتفال رسمي في شهر يونيو. هي الوحيدة اللي في بريطانيا معفية من دفع الضرائب. والله هي نفس الامتيازات اللي عندها نفس امتيازات امين الشرطة عندنا. القط ده واللي اسمه اوسكار كان موجود في دار رعاية للمسنين في الولايات المتحدة الامريكية، ودايما كان متعود ان هو ينام لوحده، لكن في سنة 2005 بدأ يتحرك لاحد المقيمين في دار الرعاية وينام في حضنهم. بعدها بكام ساعة الشخص اللي كان نام القط جنبه توفى على طول، والموضوع ده اتكرر اكتر من 20 مرة، فاوسكار كل ما يروح ينام جنب حد من الموجودين يموت بعدها. الموظفين اخدوا بالهم لان الموضوع ده اتكرر كتير، واوسكار كل ما يحس بحد انه هيموت يروح ينام جنبه، وكانوا كل ما يشوفوا اوسكار بجانب اي مقيم في الدار يتصلوا على اهله علشان يجوا يودعوه. الباحثين هنا بقى اعتقدوا ان اوسكار كان بيشم رائحة المواد الكيميائية الحيوية اللي بتطلقها الخلايا الميتة قبل موت الانسان. لك ان تتخيل ان اوسكار تنبأ بموت 100 شخص بدقة غريبة. سبحان الله بجد.